اهلا بيكم في قناة كرو هوك ارت. عاملين ايه حلوين؟ يا رب دايما تبقوا بألف خير وبصحة وبسعادة. وحشتوني جدا من اخر فيديو احنا عملناه مع بعض. النهاردة هنشتغل مع بعضنا موديل جديد من الشنط. طبعا انتوا شفتوا الصورة بتاعته في بداية الفيديو. الموديل ده هيبقى اول موديل للشنط الشتوي السنة دي. طالع موضة، طالع موضة الشمواء في الشنط وفي الشوزات وفي الجواكت. طالعة في كل حاجة الشموع. فهنعمل مع بعضنا الشنطة دي. الخامة غريبة شوية ان احنا ندخلها في شنط، لان دايما كنا بنستخدم الخيط القطيفة في الطواقي، الكوفيات، البطاطين بتاعت الاطفال. فاول مرة السنة دي نشتغل بخيط القطيفة دوت مع الشنط. الفكرة كانت غريبة في الاول، بس انا شايفاها بقالي كتير على بنترست طبعا، وعلى المواقع اللي فيها او الفيديوهات اللي فيها الموضة السنة دي ايه. فالموضة السنة دي شنط اسمها ايه، شموع، او القطيفة. انا جبت خيوط قطيفة كذا لون. الالوان دي هي اللي موجودة. اللون ده بصوا فيه، هو لونه هافان كده، فيه نقطة لونها اسود، شكلها حلو جدا. الخيوط كلها احلى من بعضها. هتلاقوها بسهولة جدا طبعا عند كل التجار، لان دلوقتي الموسم بتاع الخيط القطيفة يبقى متاح وموجود. منه خيط قطيفة رفيع ومنه خيط تخين. اللي انا بشتغل بيه الشنط الموديل ده الخيط التخين اهو. السمك بتاعه هوريهولكوا دلوقتي. طبعا انا دلوقتي بس هبدأ اول موديل كده من الموديلات اللي شتوي، وهنكمل مع بعضنا ان شاء الله الفيديوهات اللي انتوا طالبينها، الصور اللي انتوا طلبتوها مننا مش هننساها، يعني هنشتغلها في النص. بس حبيت انزل لكم كده باول فيديو حصري وجديد كده للشنط القطيفة. هنستخدم مع الخيط السمك ده ابرة رقم 8. والإبرة دي أنا جايباها اللي هي رقم 5 دي، علشان هننضف بيها الخيط، لأن الخيط ده صعب ننضفه بإبرة التنظيف. أنا جبت إبر تيوليب ديت جديدة. لو عايزين نعمل لكم ريفيو عنهم اعمل لكم، قولوا لي في الكومنتات كده. جبت 5 بس، يعني هي الميزانية ما كانتش تسمح بأكتر من كده. فاستخدامها معايا في الفيديو دلوقتي ان انا هنضف بيها الخيط. في خلال الفيديو طبعا هوريكم ازاي هننضف مع بعضنا الخيط، لان مش حلو ان احنا نستخدم مع الخيط ده ابرة التنظيف خالص. الخيط زي ما انتم شايفينه تخين كده، وفي شعر صغير كده هوريهولكم دلوقتي. طبعا مهم معانا المقص وخيط الخياطة ده، هو اللي هنشبك بيه الاجزاء كلها مع بعض. الخيط ده الابرة دي سوري، هستخدمها اللي هي المعوجة شوية دي. هستخدمها في خياطة الأجزاء كلها بالخيط الخياطة العادي اللي احنا جايبينه من جنبنا ده. بتبقى أسهل في الخياطة من الإبرة العادية. طبعا لو عندك إبرة عادية مش مشكلة. لو عندك إبرة تنظيف أهي، دي إبرة تنظيف اللي هي بتاعت الكنفة دي. وخليت الراجل يتنيها لي لحد لما لقيت دي إبرة بتشك عادية خالص، بس ملفوفة كده برضو. هي اسمها إبرة منجد في الآخر. وطبعا اكيد حبة ماركر كده حلوين علشان هيساعدونا في السطور. هنعلمها انهي سطر فين بالظبط. علشان ما نطولش عليكم هنبدأ مع بعضنا. معاكم انا ندى عبد الحفيظ، ولو دي اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا يا ريت تعملوا لنا اشتراك او سبسكرايب، وما تنسوش تدوسوا على الجرس على الكل، ويا ريت لايك والشير بتاعكم. يلا بينا نسمي الله مع بعضنا ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول نصيحة لازم تبقي واخدة بالك منها في استخدامك الخيط ده، بلاش ابرة تنظيف خالص، لان الخيط بصوا بينسل بالطريقة دي. بتلاقوا الوبرة بتاعة الخيط بتطلع من الفتلة اللي ملفوفة عليها. فلو استخدمتي ابرة تنظيف هتبهدل معاكي الخيط، مش هيبقى حلو معاكي ابدا في تنظيف الشغل. فالاسهل في تنظيف الخيوط دي هنستخدم ابرة كروشيه ننظف بيها الشغل بتاعنا. وهوريكي خلال الفيديو ازاي هننظف الشغل. كان جالي سؤال قبل كده بتقولي لو ما عنديش ابرة تنظيف هنظف الشغل بايه؟ هتنضفيه بابرة كروشيه برضو زي ما هوريكي بالظبط خلال الفيديو كده. هتنضفي بايه بالذات لو انت مبتدئه؟ طبعا مش لازم يكون عندك كل الخامات، عادي يعني. احنا بنصرف نفسنا، بنستخدم اي خامات موجوده عندنا في الشغل. تمام. هنبدأ دلوقتي مع بعضنا نسمي الله كده ونعمل عقدة بداية. الشنطة سهلة جدا وبسيطة، هي كلها قطع هنشتغلها وهنجمعهم مع بعض. اول خطوة هنعملها طبعا عقدة بداية، وهنعمل سلاسل. ده اللي هنشتغله دلوقتي جسم الشنطة الاساسي. عملنا 2 سلسلة، 3، 4،
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 و20. تمام كده 20 سلسلة. طيب اشتغلت 20 سلسلة، دي مقاس الشنطة اللي انا عايزاه. هزود عليها واحدة سلسلة كمان، واحدة بس، علشان ده هيكون ارتفاع السطر. طيب بعد ما خلصنا ال20 غرزة سلسلة اللي عندنا، هنعمل الواحدة الزيادة الإضافية دي، ودي هتبقى ارتفاع السطر. خلاص هنشتغل احنا غرز حشو، فالحشو محتاجة ارتفاع سطر غرزة سلسلة واحدة بس. هشتغل انا في الغرز الخلفية اللي ورا دي. طبعا لو الموضوع صعب معاكي ان انتي تشوفي الغرزة الخلفية المستخبية اللي ورا ديت، فاشتغلي عادي خالص في المكان بتاعنا اللي هو بندخل جوه السلسلة نفسها. انا شايفاها، بالنسبه لي انا شايفاها وهي واضحه وسهله، ما تقلقوش يعني من الخيط شكله منكوش كده وهتحسوا ان هو هيضايقكم خالص. على فكره هو الغرز باينه وواضحه معاكي بالعين المجرده كده لما تشتغليها. هنبدا نشتغل غرز حشو في كل غرزه هتقابلنا، يعني هيكون عندي 20 غرزه حشو في نهايه السطر ده. هفضل شغاله كده في كل غرزه هتقابلك، هتخشي فيها وتاخدي الخيط وتطلعي. هيكون عندنا حلقتين، نطلع من الحلقتين دول مره واحده. جميل كده، اهي برضو نفس الخطوة هنكررها تاني، غرز حشو كده لحد الاخر. خلاص اول سطر بس ممكن يتعبك شوية على ما تخلصي الغرز في الغرزة الخلفية دي، انما بعد كده اللي جاي سهل. مع اخر 6 غرز كده ولا حاجة هدخل الخيط ده اللي هو طرف الزيادة وننضفه. خلصت كده السطر الاول 20 غرزة حشو، ونضفت الخيط في الاخر علشان نرحم نفسنا شوية من تنظيف الخيط ده، فاللي تعرفي تدفنيه في وسط الغرز وانتي ماشية كده في الطريق اعمليه. هنعمل واحدة سلسلة ارتفاع ولفينا الشغل بتاعنا، هندخل في اول غرزة هتقابلنا وهنشتغل غرزة حشو عادي خالص. الخطوات اللي جاية بعد كده زي ما احنا متعودين عليها، في كل غرزة حشو هتقابلني هدخل فيها من ورا كده وهعمل غرزة حشو عليها. تمام، مفيش اي حاجة صعبة، يعني اللي جاي تكرار لسطر الحشو اللي احنا اشتغلناه. في الحالة دي دلوقتي هتلاقي الغرز بتاعتك باينة وواضحة، يعني انت لو مسكتيها بصباع ايدك كده هتلاقيها باينة ان انت فين الابرة هتدخل. مش الدنيا مش سايحة خالص على بعضها، ما تقلقوش. يعني الخيط مش متعب في الشغل، انا عمالة اطمن فيكم علشان تبدأوا تعملوا الموديل ده. وفعلا الموديل ده السنة دي مطلوب كتير جدا، يعني اكتر موديل ناجح مطلوب منه، معمول بالحجم الصغير اللي احنا هنعمله ده او بالحجم الكبير. يعني انتي لو عايزة تعمليها شنطة كتف اللي هي زي توت باك بقى، هتكتري الغرز عن 20 غرزة دول، هتعمليهم مثلا 40 50 على قد المقاس اللي انتي هيطلب منك. تمام، وهيطلب منكم ان شاء الله. هخلص كده السطر ده لحد الاخر، واللي جاي هيبقى تكرار، يعني كل سطر هنعمل واحدة سلسلة ارتفاع وهنعمل غرز حشو، بعد كده سلسلة ارتفاع وغرز حشو لحد لما نجيب المقاس اللي احنا محتاجينه. لما ارجع هوريكم المقاس بالظبط قد ايه اللي احنا عملناه وهنحكم. خلصت كده القطعة اللي عندنا اللي احنا عايزين نعملها اللي هو جسم الشنطة الاساسي، وحطيت الماركر في الاماكن دي. هقول لكم دلوقتي الاماكن دي بتاعت ايه. انا بيبقى عندي وش شمال او وش وظهر، والداير اللي في النص ده اللي هو لسه هنعمل ليه كمان داير هنكمل عليه بس في خطوة اللي جاية. بس اهم حاجة نركز في الجزء ده الاول. مقاسه الطول بتاعه 45 سنتي. طبعا احنا بناخد المقاس بالسنتيمتر علشان يبقى اصدق معانا في المقاسات. والعرض بتاعه 24 سنتي. طبعا لو انت ما لقيتيش الخيط التخين ده ممكن تشتغلي بخيط هيمالايا القطيفة عادي جدا على فتلتين، وهتلتزمي بقى بالمقاسات في الحالة دي مش بالسطور بس. عندي عدد السطور اللي هنا قد اللي هنا، فانا هعد ناحية واحدة بس اللي هي دي. نبدأ نعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و 17 سطر. عندي هنا 17 سطر وحطيت ماركر. خلاص بعد الماركر بنعد 1 2 3 4 وبحط ماركر تاني هنا اهو، والناحية دي طبعا 17 سطر بحط ماركر في الناحيتين. خلاص علشان نبقى واخدين بالنا احنا يعني السطر بتاعنا فين، امتى رقم 17 جه وانا حطيت ماركر. بعد ما عدينا عدد السطور واتأكدنا كده خلاص من القطع اللي عندنا وحطينا الماركر في اماكنها،
هنلف داير ما يدور كده ببرواز هنعمله بغرز الحشو علشان يديني شكل حلو للشنطة، ما بقاش سايباها منها كده للهوا كده بالسطور البداية والنهاية. لا، انا عايزة اعمل غرز حشو دلوقتي عشان تدي شكل احلى للشنطة. هعمل واحدة سلسلة ارتفاع، ممكن واحدة سلسلة وممكن غرزة زيادة، يعني غرزتين في اول غرزة دي. وتأكدي طبعا ان انت تدخلي في مكان غرز صح، مش بتدخلي في غرزة وتسيبي التانية. انا بالنسبة لي انا شايفة الغرز كويس جدا، ممكن بالنسبة للتصوير ما يبقاش مبين ليكو احنا بندخل فين بالظبط. هحاول اوريكم دلوقتي احنا بندخل فين. ممكن طريقة تانية لو انتي متلخبطة خايفة ان يكون عدد السطور مش هو نفس عدد الغرز اللي انتي هتشتغليها دلوقتي، فتعدي وانتي شغالة. احنا عندنا في اول وش عملنا 17 سطر، يعني هتعملي 17 غرزة حشو دلوقتي. عندك بعد كده عملنا 4 سطور في النص كده اللي هي مكان الماركر اللي احنا حطيناهم، فهتعملي 4 غرز حشو. في الظهر بتاع الشنطة عملنا 17 سطر، فهتعملي عليهم 17 غرزة. دي طريقة من الطرق اللي احنا ممكن نتبعها في عدد الغرز، يعني نبقى ماشيين بعدد الغرز بالظبط. هنشتغل فين؟ في الاماكن اللي انا بشاور عليها دي، الغرز باينة جدا بالعين المجردة، ما تقلقوش من الحتة دي. طبعا ما عدتش على الماركر وشلتهم، لا انا عديت عليهم عادي شغل، ما فيش اي مشكلة، ما ضايقوناش في حاجة يعني. دلوقتي علشان ننتقل للضلع الصغير عملت واحدة سلسلة ارتفاع ونقلت للناحية التانية، او ممكن في اخر غرزة دي نعمل غرزتين حشو في نفس الغرزة اللي هي تبقى غرزة تزايد يعني، علشان ننقل للضلع الصغير. نفس الخطوات اللي انا عملتها معاكم دلوقتي في الضلعين دول هنعملها في الضلع الطويل والضلع الصغير ده. وانا شغالة دلوقتي لقيت الخيط خلص معايا، فحبيت اقول لكم تاني نصيحة هتقابلكم ازاي هنعمل الخيوط مع بعضها، ازاي هندخل الخيط اللي هي البكرة اللي خلصت مع البكرة الجديدة. ممكن يا تدفني الطرف ده وتشتغلي ولحد ما توصلي للطرف التاني وتدفنيه برضو، او الطريقة دي احلى طريقة مع الخيط القطيفة نعملها. ان احنا نفك شوية وبر من الخيط ونيجي على الفتلتين اللي لونهم ابيض دول نربطهم كده عقدة، ودي التانية، وهربطهم كمان ربطتين كمان عقدتين، دي التالتة اهي، وكمان واحدة الرابعة. كل ما تعملي عقد اكتر يعني مش هتفك معاكي، انت كده بتمكني عليها اكتر. الزيادة نقصها وخلاص كده، بصوا مش باينة خالص. لما تيجي تكملي الغرز بتاعتك هتلاقي ان مفيش اي اختلاف حصل معاكي. حبيت اقول لكم على النقطة الصغيرة دي لان يعني انا شايفة الخيط ده فيه نصايح كتير في استخدامه المفروض تتقال. هو خيط حساس شوية، مش زي بقية الخيوط اللي احنا بنستخدمها. ففي حاجات صغيرة كده بتفرق في فينش الخيط ده. بحب اقولها لكم واحنا ماشيين في الطريق كده اهو. يلا بينا بقى نكمل بقية الغرز اللي احنا بنعمل بيها داير ما يدور الشنطة كده، وهرجع لكم تاني. خلصت كده داير ما يدور الغرز الحشو اللي احنا عايزين نعملها حوالين الشنطة. والجزء اللي فيه الماركر ما كنتش بشيل الماركر وارجعه تاني، لا انا كنت بشتغل عليه عادي، ووش الماركر خليته الناحية التانية، لان الناحية دي هي اللي جوه الشنطة، دي اللي هتبقى جوه الشنطة، والناحية دي اللي هتبقى بره الشنطة. ببساطة يعني غرز الحشو اللي انت اشتغلتيها هتبقى هي وشها ليكي انت، انما اللي جوه ده هو هيبقى ظهر الشنطة. طيب انا هقص الخيط دلوقتي كده. احنا خلصنا الجزء الاولاني. طبعا طول ما احنا بنقصه شايفين كده في وبر هيطير معاكي في البيت. لو انت شغاله بخيط رمادي مثلا ولا بني هتحسي ان كان في عندك فار في الشقه، يعني بعد الشر عليكم يعني هتلاقي فيه الوبر ده طاير معاكي في كل حته. ولو لابسه اسود هتتبهدلي، يعني البنطلون الاسود بيبقى مجمع كميه وبر كتيره جدا عليه. ف يعني حاولوا ان انتوا تشتغلوا على ترابيزه الخيط ده علشان تتفادوا حته الوبر ده يطير في كل حته في البيت، وكل وبره تمسكيها ترميها على طول علشان ما تسيبهاش تطير في كل اجزاء البيت كده اهو. طيب حته التنظيف بتاعه الخيط اهو، احنا هندخل كده جوه الغرز بالابره ونشد بالراحه. طبعا طول ما انت بتشدي الخيط بينسل. نضفنا كده خلاص الخيط، وده الجزء الاولاني. هنقيس تاني بعد ما عملنا الداير ما يدور بتاع غرز الحشو. الطول بتاعه بقى عندنا دلوقتي 47، والعرض بقى عندنا 25 او 26 تقريبا. ده المقاس بعد ما زودنا السطر بتاع غرزة الحشو. تمام. طيب كده ده الجزء الاولاني خلص معايا. ده هيبقى الوش وده الظهر، وهنا النص ده اللي هيبقى الداير. احنا هنتني كده بالطريقة دي ونبدأ نشتغل داير الشنطة
هنشتغلها دلوقتي مع بعضنا الحتة دي، وهتبقى في حتة زيادة. في اول شنطة عملتها في اول تجربة اتنصحت شوية واشتغلت الداير ما يدور ده على طول في الشنطة. يعني هي كانت جزء الشنطة كده المستطيل، وعملت طالع منه شمال ويمين الداير اللي هو الجناب بتاعت الشنطة بقى. لقيت الطريقة دي مش حلوة، الشنطة بتاعتي كانت ضعيفة من النص، فاحنا عايزين ندعم الحتة دي، ندعمها بالقطعة اللي احنا هنشتغلها دي. انا اشتغلت اربع غرز الاول، بعد كده زودنا عليها الغرزة الزيادة. يعني الاساسي عندي انا عايزة 4 غرز خلاص، والغرزة الزيادة دي ارتفاع السطر، وهنبدأ نشتغل غرز حشو عادي جدا زي ما احنا متعودين. طبعا هندفن اول طرف الخيط ده علشان نتفادى ان احنا نقعد نشده بالابرة وننسل في الخيط اكتر. فادفنيه معاكي دلوقتي افضل، ونضفيه في الطريق كده وانت ماشية علشان ما نضيعش وقت كتير. طيب هنشتغل اول سطر. هتتحسب ازاي الحتة دي؟ هنشتغل 17 غرزة 17 سطر سوري، 17 سطر وتحطي ماركر. بعد كده هنشتغل 20 سطر ونحط ماركر، وبعدين 17 سطر تاني. ال17 الاولانيين بتوع الناحية اللي هي بتوع ارتفاع الشنطة، تمام، وال20 بتوع جسم الشنطة نفسها، وبعد كده 17 الناحية التانية. تعالوا كده اوريكم انا اقصد بايه. 17 20 17 دي هنا دولت 17 سطر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. دولت كده 17 وحطيت الماركر، تمام. هنبدأ نعد من السطور اللي في النص دي. السطور اللي في النص دي هتبقى 20 مقاس السطور دي، مقاس الغرز سوري اللي موجودة هنا اهو، و17 الناحية التانية زي 17 الناحية الأولى اللي احنا عملناها. هتبقى كده بالطريقة دي بالظبط، 20 اللي في النص على 20 غرزة بتوع الشنطة، و17 شمال ويمين اللي هما كانوا ارتفاع الشنطة، اللي هما هيبقوا جناب الشنطة اللي احنا هنقفل بيها. وضحت كده معانا؟ هتتحط بالطريقة دي بالظبط لما نيجي نثبت في جزء تثبيت الأجزاء كلها، هوريكم كمان شوية. بس كده احنا عملنا الداير مهم ان انت تعمليه بالطريقة دي، ما يبقاش جناب بس يعني، علشان يديكي دعامة شوية في القاعدة بتاعة الشنطة. في جزء التثبيت هوريكم الجزء ده بالظبط احنا قاصدين بيه ايه. طيب دلوقتي عايزين نعمل ايدين الشنطة. انا بحب دايما في الشنطة دي اشتغل اجزاء كله، بعد كده نجمع مرة واحدة. فدلوقتي هنعمل الجزء اللي جاي بعد كده اللي هي ايادي الشنطة. انا بقسم الشنطة بتاعتي كده اهو، الحتة دي اللي هي ال17 سطر اللي هما الوش الشنطة الاولانية، وهبدأ اعمل الايد بتاعة الشنطة دلوقتي. هعمل غرزة سلسلة، والتانية دولت الاساسي، والتالتة دي هتبقى ارتفاع السطر. انا هشتغل على غرزتين بس. طيب هبدأ ادخل في الغرزة الاولى وهعمل غرزة حشو، طبعا نفس الخطوات احنا بنتبعها في كل جزء بنشتغله، اللي هو بنشتغل سلاسل، بعد كده في السلسلة الخلفية بنعمل غرز الحشو، واحنا شغالين في اول سطر ده بندفن او بنداري الخيوط وبننضفها. بس احنا هنشتغل كده في كل الاجزاء. طبعا اجزاء الشنطة دي كلها هتبقى جسم الشنطة ادي جزء رقم 1، الداير بتاع الشنطة ده جزء رقم 2. هنعمل 2 يد بنفس الطريقة كده، اللي هي اليد اللي احنا بنعملها دلوقتي هتبقى جزء 3 و4، والجيب ده اخر جزء هيبقى 5، يعني 5 اجزاء ونجمعهم. خلصت كده اليد الاولى. العدد السطور دي 17 سطر قد مقاس ال17 سطر بتوع جسم الشنطة اللي عندنا، او الوش الاولاني للشنطة. بنعد من هنا لهنا، عدد السطور اللي هنا هما بالظبط عدد السطور اللي هنا. الناحية التانية برضو هيبقوا نفس عدد السطور. اليد برضو 17 سطر، يبقى عندي 17 واليد اللي فوق 17، 3 17 بنقسمهم على اليد، تمام. وعملت ايد تانية كمان، يعني انا عملت ايد بتاعة الناحية الاولى وايد بتاعة الناحية التانية، الوش وظهر. خلاص دلوقتي الجزء بتاع الجيب، وده الجزء رقم 5 اللي احنا قلنا عليه. الجيب هيبقى سهل جدا، هي قطعة مستطيلة بنشتغلها كده. طبعا البداية نفس البداية اللي احنا بنعملها كل مرة، عقدة بداية ونعد عدد الغرز. انا عايزة اعمل الجزء دوت هو اللي هيبقى فيه المستطيل ده. طبعا بنظبط بالطريقة دي الايدين بتاعة الشنطة قدامنا علشان نعمل المقاس مظبوط
ما يطلعش الجيب صغير عن المقاس او اكبر من المقاس بكتير. هو مقاساتك تحطي كده الشنطة قصادك والايد وتبدأي تعدي على اساسها. انا بالنسبة لي بعملها 12 غرزة او 15 غرزة حسب مقاس الشنطة بتاعتك. انا هنا بدأتها ب 12 غرزة وواحدة سلسلة ارتفاع. بعد كده بنبدأ نشتغل السطور لحد لما بنخلص الجزء بتاع الجيب ده. بعد ما عملت الغرز بقيس، بشوفها مقاسها كويس ولا كبيرة. مقاسها مظبوط وحلوة كده اهو. خلاص نبدأ نكمل. طبعا خلي بالكم مقاسات الشنطة لما بتعملوها اكبر بتزودوا كل المقاسات دي. اللي هي لو هتعملي شنطة توت باج بتتلبس على كتف بتبقى المقاسات مختلفة اكبر من كده بكتير. الشنطة دي بنقول عليها دي شنطة كروس او شنطة يد بتتمسك في الايد. خلاص بنبدأ نشتغل دلوقتي غرز الحشو في السطر الاولاني. طبعا واحنا شغالين في السطر الاول برضو بنشتغل في الحلقة الخلفية، وبرضو بنداري طرف الخيط الاولاني اللي احنا كنا اشتغلنا بيه اهو، علشان نوفر وقت والخيط ما يتبهدلش معانا اكتر. هعمل القطعة المطلوبة عندنا المقاس بتاعها بالظبط وهوريها لكم دلوقتي. خلصت كده الجيب، هو ده المقاس المظبوط بتاع الجيب. بنحطه هنا في المكان ده. بنخلي بالنا ان احنا نخلي الجيب على نفس المستوى بتاع الطرفين بتوع الايدين، يعني كله على مستوى واحد. هيبان كل ده دلوقتي واحنا بنثبت كل الاجزاء مع بعضها. طبعا نصيحة تالتة من النصايح اللي بحب الفت نظركم ليها برضو، ان الخيط ده حساس جدا في التعامل. ما تفكيش وتشتغلي بيه كتير، يعني اشتغلتي بيه حتة خلاص اشتغلتيها، بلاش نفك ونرجع تاني نظبط الغرز بتاعتنا، علشان الخيط بيتنحل بسرعة وبيبقى شكله مش حلو. انا كده عندي كل الخمس اجزاء اللي احنا اشتغلناهم. جسم الاساسي للشنطة، الداير واتنين دراع والجيب. طيب هنبدأ دلوقتي هنجمع مع بعض كل الحاجات دي. هنبدأ بأول حاجة الداير بتاع الشنطة. هنجيب الشنطة كده اهو. تمام. انا عايزة اثبت من هنا ثانية واحدة كده. احنا هنلف الجزء ده، مش هنثبت من الناحية دي. انا هلف من الناحية اللي فيها ماركر باين قوي، اللي هي دي، لان انا كده كنت غلط وهثبت على الوش اللي المفروض يبان للناس بره. لا احنا كده لفينا كده الصح، ان الماركر بتاعي باين قصادي اهو، وهو ده اللي جوه الشنطة المفروض يبقى موجود. هنحط الداير ما يدور اللي احنا اشتغلناها دي في مكانها هنا اهو. طبعا الماركر بتبقى باينه قصادي اهي. بحط الماركر قدام الماركر اللي في الداير قدام الماركر اللي في جسم الشنطه، وبتحاولي تخلي قدامك خط باين كده. شايفين الحته دي فيها خط باين اهو غير الحته دي. يعني انتوا شفتوني لفيت دلوقتي الداير ليه لفيته؟ لان هنا مفيش خط باين قصادي، انما هنا في الغرز دي باينه خط السطر باين اهو. تمام. بحب ادي لنفسي علامات من الاخر، يعني بحب تبقى في عندي علامات واضحة كده ابدأ اشتغل عليها. فالخط ده هو اللي انا هشتغل عليه، هيبقى ماشي مع الخط اللي قدامنا بتاع الشنطة دي. هقرب كده واوريكم انا قصدي على ايه. الخط ده ماشي مع الخط بتاع الداير اللي احنا عملناه بغرز الحشو. الشنطة دي عشان ما تتوهيش فيها، علمي لنفسك علامات صغيرة كده زي ما انا وريت لكم. الماركر بيساعد معاكو، واماكن الغرز السطور بتساعد معاكو برضو. فحاولي تبقى ليكي علامات تظبطي بيها الشغل بتاعك. تمام. انا هنا عامله الخيط اللي انا بشتغل بيه بقى الخيط العادي، عاملاه على 4 فتله علشان يبقى تخين معايا شويه في التثبيت. وبثبت اول جزء كده، بدخل بالابره في نهايه طرف الخيط وبعمل عقده منها فيها كده في الداير. طبعا لو عملتي خرجتي من بره الغرزه بتاعه الشنط هتطلع منك الخيط عادي، فقفلت عليها بالطريقه دي. وابدا اظبط المكان بتاعي الصح، وادخل بقى اشبك الداير مع الشنطه نفسها. انا استخدمت هنا الابره اللي هي الكنفه اللي انا خليت الراجل يعوجها لي، علشان اوريكم ان استخدامها سهل وحلو جدا. سهل ان انتي تروحي لو ما لقيتيش يعني الابره المعوجه بتاعه المنجد دي، لو ما لقيتهاش عند بتاع الخيوط عادي قولي له اديني واحده كنفه وانت اعملها لي معلش اتنيها لي، لان انت مش هتعرفي تتنيها بسهوله. هي صعبه شويه طبعا. فهو هيتنيها لك بكل سهوله. يعني هو هنبدا بقى مرحله التثبيت الاجزاء مع بعضها اهي.
هندخل كده بنفس الطريقة كده اللي احنا بنشتغلها، هتعمليها ان شاء الله وهتنجح معاكي وهتريحك. بتخش بالابرة كده، والناحية دي اهي شفتيها هتشديها كده اهو، والمكان اللي احنا بندخل فيه زي ما اتفقنا بعد السطر الداير ما يدور اللي احنا عملناه بتاع الحشو ده، ومع الخط اللي احنا حددناه لنفسنا في داير الشنطة اللي احنا عاملينها دلوقتي. تمام، يعني حطيت انا خط ده قصاد ده علشان يبقى خط مستقيم انا شغالة عليه، ما اجيش اقفل الشنطة واخلصها والاقي ان في خيوط باينة قصادي من خيط التثبيت والجزء متثبت والتاني مفكوك. لا، الحاجات دي كلها بتبقى ديفوهات تعتبر في الشنطة. فحاولي في مرحلة التثبيت دي تكوني شاربة كده حاجة حلوة انت بتحبيها ومصحصحة ومزاجك رايق وحلو، وثبتي بنظافة. وخلي بالك من الحتت الصغيرة دي علشان بجد التثبيت ده هو اللي هيبين نظافة الشنطة بتاعتك. طبعا كل جزء تثبتي فيه شيلي الماركر منه خلاص، احنا مش محتاجينه خلاص كده علشان ما يضايقكيش وانتي بتكملي تثبيت في بقية الشنطة. انا كده ثبت الحتة الصغيرة اللي هي بتاعت الداير اللي هي من تحت دي. هناخد دلوقتي الجزء الطويل بقى اللي احنا بنثبت فيه دلوقتي، وهتثبتي بطريقة الحلزون اللي هو بنبدأ من عند الداير وبنروح لجسم الشنطة اهو. ببدأ من الداير وبروح للشنطة ونشد الخيط، ابدأ من الداير واروح للشنطة واشد الخيط. الخيط بتاعك دلوقتي اللي انت شغالة بيه ولا هيبان، مش هيبان نهائي نهائي معاكي. فما يعني ما توقفيش نفسك ان انا ما عنديش خيط اثبت بيه، لا اهو انا بستخدم معاكم دلوقتي اهو خيط خياطة عادي جدا. الخياطة اللي انت بتشتغلي بيها دي افضل نوع تجيبيه اسمه التعاون. او لو عندك النجمة، لو انت مثلا من الناس اللي عندها مكن، خيط النجمة ده اللي بنستخدمه في المكن الصناعي الكبير، برضو لو عندك اشتغلي بيه عادي. انا عندي الاثنين، عندي النجمة وعندي التعاون، بس بخلي البكر الصغير ده اللي هو التعاون للتثبيت اليدوي كده اهو. بشتغل بيه عشان طبعا ما نخلصش الكبيرة ونفضل بقى ندور على اللون هنجيب من فين اللون ده وكده. فانا جايبه البكر الصغير ده للخياطة اليدوي اللي على الايد. هثبت بنفس الطريقة كده، والناحية التانية برضو بنفس الخطوات. ثبت خلاص كده الداير ما يدور ده من تحت تمام، وبسيب طبعا الطرفين اللي بره دول متسابين هيتثبتوا برضو بس مش دلوقتي. التثبيته اللي احنا عملناها دي، انا بقول لكم اتذاكيت قبل كده في اول شنطه وعملت الحته دي بس منها على طول في الشنطه كده، اشتغلتها غرز على طول وسبت الحته دي فاضيه، الحته اللي انا بشاور عليها دي ما كانش فيها الحته الدعامه دي. فطلعت معايا الشنطه طريه وغلسه جدا ومش واقفه وحالتها كانت صعبه بصراحه، ففكيتها وعملتها تاني بالطريقه دي. طلعت معايا حلوه. بصوا، طلعت سميكه، يعني في سمك كده هتحسوه، السمك ده هيدي معاكم متانه في القعده بتاعه الشنطه، اكنك بالظبط حطيت لها دعامه. لما تيجي توقفي الشنطه هتقف معاكي، هتبقى شكلها حلو. لو انت عايزه تختصري الحته دي وما تشتغليهاش غرز، ممكن تثبتيها بجزء بورو، بس في الحاله دي هتحطي بطانه، والشنط دي مش بتحتاج بطانه. هي الشنطه كده جميله، يعني انت طول ما انت قاعده بتلمسيها كده من جوه من بره طريه ولذيذه وكلها حنيه كده، فبلاش بطانه في الشنط دي. الطريقه دي لقيتها احلى بكتير، وعاملينها الاجانب على فكره اللي احنا مقتبسين منهم الفكره ديت او موديل الشنطه دي، عاملينها بنفس الطريقه دي بالظبط. طيب دلوقتي هنيجي على الايد. هعد 17 غرزة زي ما احنا متفقين من اول الشنطة، وهلاقي الخط بان قصادي اهو. هحط الايد عند بداية الخط ده، هتبقى بداية الايد تحت في السطر اللي هو رقم 17 اللي احنا عديناه، والماركر فوق اهي عند بداية الشنطة. والايد الناحية التانية كمان بنظبطها بنفس الطريقة كده اهو، علشان اللي هو الوش الاول ده بركب ايد مع جيب، الاتنين مع بعضهم بيركبوا. هوريكم ازاي دلوقتي برضو في الخطوة اللي جاية دي. بس اهم حاجة نثبت المقاس الصح بتاع الايد في المكان الصح بتاعها. طيب انا كده تقريبا ثبت اهي. هجيب الجيب كمان وهحطه في مكانه المفروض يتحط فيه. انا هثبت بالخيط الحتة دي، بدخل الاول اهو كده بالابرة بشد. طبعا لو شديتي كده هتطلع معاكي طرف الخيط عادي، فبدخل في طرف الخيط من الاخر كده وبعمل عقدة منها في الايد على طول او في الغرز، وببدأ اشتغل تثبيت عادي جدا برضو بطريقة الحلزون، اللي هو ببدأ من الايد بروح للشنطة
علشان هي دي اكتر طريقة بتثبت معاكي الغرز كويسة مع بعض وبتقفل الغرز على بعض كويس. هثبت هنا والجزء ده كمان، وهاجي في الحتة دي هثبت بس الحتة دي، يعني مكان ما انا حاطة صباعي كده هثبت، لان بعد كده هحتاج هثبت مع الجيب بتاع الشنطة. فانا هقف عند هنا وهجيلكم. طيب انا ثبت الجزء الاولاني من الايد ووقفت مكان ما انا قلت لكم عند الجيب واستندكم. بصوا كده هنحط الجيب بالطريقة دي تحت الايد، مش تحت الايد قوي، يعني هو بس هيقفلوا على بعض، اللي هو بصوا هيبقى متلامسين بسيط قوي مع بعضهم. اهم حاجة ان الجيب هيكون مستواه على قد مستوى الايد، مش هنخلي الجيب طالع لفوق شوية، لا مش هيطلع لفوق. لو طلع منك لفوق شوية الجيب يبقى شكله سخيف مش هيبقى حلو، فمش مريح للعين الشكل يعني. فخلي كله على صف واحد، الجيب مع الايد على صف واحد هما الاتنين. طبعا الحتة دي اختي اللي قالت لي عليها كانت هي عندنا، فقالت لي كنت انا ناوية اعمل الجيب صغير في النص كده، جيبه خلاص يعني، جيب فكة جيب اي حاجة. فكان رأيها كده ان الجيب يكون على نفس المستوى بتاع الايدين. فلقيت فكرتها صح، ان تكون العين مريحة لما تشوف الشنطة تلاقي ان في خط مستقيم كده كله ماشي عليه الجيب مع الايدين. تمام. بنبدأ برضو نثبت بنفس الطريقة كده اهي، بنروح من الايد على الجيب، في النص كده، يعني انتي رايحة من الايد للجيب، لا مش بس كده، انتي بتنزلي تحت كمان بتاخدي جسم الشنطة، بحيث بصوا انا بحط صباعي اهو. خلاص احنا كده بنقفل، يعني بنقفل ايد مع جيب شنطة تحت في الشنطة نفسها كمان بتقفلي كويس. بنخلص كله في نفس المرحلة، فاهميني؟ في الحالة دي بصوا هتحتاجوا الإبرة الكبيرة، لأن عشان كده أنا جبت الإبرة الكبيرة علشان تاخد التلات مستويات مع بعضهم، اللي هو الإيد مع الجيب مع الجسم الشنطة نفسه اللي تحت. نفس الخطوات اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي هعملها الناحية التانية كمان، وهنقفل من تحت برضو. بصوا كده أنا قفلت الجيب أهو، كده قفل الجيب خالص والايد اتثبتت في نفس الوقت. واختصارا طبعا لوقت الفيديو ثبت الايد الناحيه التانية بنفس الطريقه، داير ما يدور الايد اتقفلت. وطبعا بتراعي ان الايد بتبقى على نفس الخط بتاع الايد الناحيه التانية، يعني الايدين بتوع الوشين على نفس الخط. تمام، عشان تبقى كل الشنطه تبقى كلها متساويه مع بعضها في كل حاجه. هنقلب الشنطه على الوش الداخلي ده، نقفل كده ونحط اللي هو الجناب بتاعت الشنطة، الجناب ايوه، بتحطيها كده بالطريقة دي. لو عايزة تستخدمي ماركر وتثبتي دلوقتي ماشي، لو عايزة تثبتي كده على طول بالإبرة هتعرفي تظبطيها يعني، هيبقى زي الفل برضو. يعني انتي شوفي ايه اللي يريحك في الخطوة دي واعمليها. انا بثبت كده الاتنين على بعض وبحط ماركر علشان ما تقفلش مني، يعني بثبتها في مكانها الصح بالظبط، وبحط ماركر وبقفل داير ما يدور بخيط. خلصنا الشنطة بتاعتنا طبعا كده، طلعت معانا. دلوقتي هناخد مقاساتها والوزن بتاعها. عايزه اقول لكم ان في موديل تاني من الخيط ده برضو، بس الموديل التاني ده احلى بكتير بقى ومنكوش كده وحالته صعبه يعني هيعجبكم جدا ان شاء الله. بصوا الشنطه احنا قفلناها كويس، مكان الجيب هنا التقفيل بتاعه كويس جدا. مش محتاجين طبعا نتكلم كتير في حته التقفيل، لان هو التقفيل اللي هيبين الشنطه بتاعتنا حلوه ولا ما تستحقش ان احنا نقول عليها حلوه او كده. بس انا عارفه ان انتوا شغلكم احلى بكتير كمان من النتيجه اللي احنا بنطلعها دي. هستنى طبعا تطبيقاتكم تبعتوها لنا على جروب كروهوك ارت على فيسبوك. بصوا مقاسها بالسنتيمتر، 24 سنتي العرض بتاعها، والطول 21 سنتي. بنتكلم في مقاس صغير، مقاس الشنط الكروس. ليها اكتر من شكل تلبسيها، ممكن بالايد. ازيكم؟ عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله. يا رب دايما يا قلبوبتي. شكرا. ممكن تلبسوها كده تتمسك في الايد، ممكن تتحط لها كبسونه، ممكن تتحط لها حلقات سهله فتح من الجناب وتتلبس كروس. ليها اكتر من شكل. اخدت تلعب قد معانا. ايه؟ ايوه مش مبينه بالظبط، يعني هي واخده 356 جرام. تمام، عشان تجهزوا جنبكم المقاس ده الوزن ده. شوشو، ايد شوشو الجميله الشكشوكي حابه تقول لكم باي باي يومها. هي شوشه مشيت من عندنا بس هتجيلنا تاني كمان اسبوع ان شاء الله. على الفيديو الجديد هتلاقوها موجوده معاكم برضه. ايه رايك يا ميمي في الشنطه دي؟ حلو قوي بجد، الخيط يعني عاجبني كده، ماشي مع الشتا وفرو حلو قوي. خيط ينوم كده واحنا خارجين نبقى حابين نشيلها.
انا فعلا اخدت راي ميمي لما عملتها، واخدت راي مريم اخدنا جارتنا، رأي كل الناس. ورأي ليلي وتاليا، اخدت بص رأي كل البنات اللي عندنا في اللي بيخرجوا كتير، فالحمد لله الموديل عجبهم. متنسوش اللايك. باي باي. باي باي.